مصرية تستهزئ بالملاكمة الجزائرية إيمان خليف، والإعلامي قادة بن عمار يرد بالثقيل، حيث أن الكاتبة المصرية غادة عبد العالي استهزأت بالملاكمة الجزائرية إيمان خليف من خلال منشور عبر صفحتها الفيسبوكية كتبت فيه: الجزائر بعث لاعبة ملاكمة تشارك في الأولمبياد كروموزوماتها XY، وهي سخرية واضحة من الملاكمة الجزائرية إيمان خليف. وفي هذا الصدد فإن الإعلامي قادة بن عمار رد بقوة على الكاتبة المصرية غادة عبد العالي من خلال منشور عبر صفحته الفيسبوكية كتب فيه: دعونا هنا من اللجنة الأولمبية الدولية التي أنصفت إيمان، ومن الاتحاد العالمي للملاكمة الذي دافع عنها وطالب بعدم مضايقتها، فكل هذا الكلام بات معروفا للجميع ما عدا المرضى والمشككين والمتربصين. لكن هذه الكاتبة المصرية هي التي قدمت للشاشة العربية مسلسلات تدافع عن المرأة، من مسلسل عايزة اتجوز لمسلسل البحث عن علاء. يعني نحن بصدد كاتبة نسوية تهاجم امرأة، بل وتشارك في حملة التنمر ضدها. صحيح من قال عدو المرأة هي المرأة، وبرافو إيمان على فضحهم جميعا وكشف حقيقتهم.